الموضوع ده أثارته مريضة معايا النهاردة، باكتب لها روشتة فباكتب لها دواء للمعدة. قالت لي يا دكتور حسام ده أنا دكتور الجهاز الهضمي وسمعت في التلفزيون إن لازم أدوية المعدة نوقفها لأن لها مشاكل خطيرة. خلتني الحقيقة أراجع دراسات كتيرة ونرجع نقرأ تاني على أدوية المعدة في مرضى الروماتيزم. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. الأول هي إيه أدوية المعدة؟ باختصار هي أدوية بتقلل إفراز الحمض، وعندنا نوعين، نوع بيشتغل عن طريق انه يقفل البامب او المضخة المسؤولة عن افراز الحمض، ونوع تاني بيقفل المستقبل اللي بيشتغل عليه الحمض. ده باختصار. النوع التالت بقى اللي بيبطن المعدة ده نوع تالت بنستخدمه قليل خالص. طب ليه انتوا بتكتبوا ادوية معدة دكاترة الروماتيزم؟ لان الروشتات بتاعتنا فيها ادوية ممكن تزود افراز الحمض وبالتالي تزود مشاكل المعدة. زي ايه؟ زي مضادات الالتهاب غير الاسترويدية اللي انتوا بتسموها مسكنات، زي عيلة الديكلوفيناك والعائلات اللي زيها، او الدواء التاني جرعات صغيرة من الكورتيزون واللي ممكن جدا كمان تزود افراز الحمض. 3 ان ساعات بنستخدم بعض الادوية المنظمة للمناعة زي الميثوتريكسيت ودواء السلسبت مثلا والبلاكونيل او الهيدروكين، ودي ادوية معروف انها ممكن تزود شوية حموضة المعدة. طب التوصيات بتقول ايه؟ التوصيات بتقول ان الحقيقة استخدام ادوية المعدة مع الثلاث ادوية دول بتقلل من مشاكل حدوث قرحة في المعدة او مشاكل في المعدة بنسب كبيرة جدا، وعشان كده التوصية ان احنا ندي دواء للمعدة مع الادوية دي، واول ما المريض يتحسن او تقلل جرعات الادوية او تحس ان هو ما عندوش خطورة تبدأ تقلل ادوية المعدة لو قدرت. لو ما قدرتش مفيش مانع خالص ان المريض يمشي على الادوية. طب هو لو مشي على الادوية دي مش خطر يا دكتور؟ طب هي مخاطر الادوية دي ايه عشان نبقى فاهمينها؟ يعني حاجات لها علاقة بإفراز الحمض وحاجات ملهاش أي علاقة. أشهر حاجات، بلاش نتكلم بقى في الحاجات التقيلة اللي يقعدوا يقولوا إن بيحصل تغير في نسيج المعدة وممكن تزود فرص الأورام. الكلام ده الحقيقة حقيقة نادر الحدوث جدا، لأن الدراسات حتى اللي قالت الكلام ده مش مدققة علميا، لأن المرضى مثلا اللي كانوا بيدرسوهم عندهم أصلا مخاطر تانية تجيب لهم الموضوع ده غير استخدام الدواء. يعني زي نوع الأكل، زي السمنة، زي استعداد جيني، زي حتى العرق بتاعهم، وبالتالي ما بقتش الكلام ده مهم قوي. لكن المهم الآتي: واحد، إنها بتلخبط مناعة المعدة، وبالتالي ممكن تزود فرص ان ميكروب معين زي كلوستريديوم ديفيسيل يعمل شويه اسهال او لخبطه في المعده. ودي حلها بسيط قوي، حلها ان انت تاكل اكل صحي باختصار، ولو حصل اسهال تبلغ الدكتور بتاعك. نمره 2، انها بتقلل امتصاص ادويه معينه زي الفيتامينات بالذات وزي الحديد وزي الفيتامين سي والفيتامين دي، وبالتالي ممكن جدا لو حصل اي اعراض نقص للحاجات دي بنقلل دواء المعدة او بندي مكمل غذائي علشان نصلح الحاجات دي، وده بيحصل في نسبة بسيطة جدا من المرضى. 3، ودي بتهم قوي كتير من المرضى: التداخل مع ادويه الروماتيزم. يعني تلاقي مكتوب في النشره بتاعته انه بيقلل امتصاص الادويه بتاعه الروماتيزم و اذا كان المؤسسه الاوروبيه والمؤسسه الامريكيه للروماتيزم بتقول لنا ادوا مع الادويه بتاعتكم لو حسيت ان المريض عنده ريسك عالي لمشاكل في المعده دواء للمعده، وبالتالي هنا الدكتور بيوازن المخاطر قدام الفوائد. انا شخصيا بقول لكم خدوا الدواء المعده طول ما هو مكتوب في الروشتة والدكتور كاتبه وانتم مطمنين. طب ده بقى في حد جه قال لي جملة الحقيقة يعني هي كانت قوية جدا. قال لي ده أدوية المعدة اللي انت بتكتبها هي اللي بتزود الروماتويد وبتجيب الروماتويد. لما قرينا بقى وشفنا الدراسات اللي قالت ان في زيادة فرص أدوية المعدة للروماتويد، لقينا ان الدراسات دي اولا اتعملت على عدد صغير من المرضى. 2، لما اتعملت لمرضى اوريدي عندهم عوامل خطوره كتيره جدا زي ما قلت في الحاجات القديمه للروماتويد، زي ان هم مدخنين، زي ان هم اوريدي عندهم ارتجاع في المريء، زي ان هم عندهم مشاكل لها علاقه بالجين نفسه بتاع الروماتويد، زي ان هم تعرضوا لضغوط كبيره هي اللي زودت افراز الحمض. وبالتالي هذه الدراسات وإن كان في بعض الدراسات الصغيرة بتقول الكلام ده، إلا إن العموم إن استخدام الأدوية دي
آمن تماما في مرضى الروماتويد وملوش علاقة بنشاط المرض. عشان كده الخلاصة، لو احنا كتبنا لكم أو غيرنا دواء معدة تمشوا عليه مع أدوية الروماتويد لفترات طويلة، ما تخافوش وخدوه ودمتم سالمين.